السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول الغالين هنبدأ أول ليسون معانا في الفوكاب في الكلمات. هناخد حاجة اسمها abbreviations and acronyms. الاتنين معناهم اختصارات بس المعنى مختلف شوية. تعالوا نشوف أول حاجة abbreviations. اختصارات pronounced تنطق as individual letters كحروف مفردة. يعني مثلا دي أول حاجة أنطقها EG اللي معناها for example، جاي من كلمة from exempli gratia، من كلمة لاتينية اسمها exempli gratia، عشان كده اي جي. خدت بالك من الاختصار، بنطقها بكتبها اي جي وبتنطق اي جي. تمام. طب اختصار تاني اي اي، معناه that is، بمعنى that is يعني بمعنى. from edest، من كلمة لاتينية اسمها edest. طبعا خدنا ايه؟ خدنا الاي وخدنا الاي بتاعت ايدست، مش التي والاز والاي بتاع ذات از، ده المعنى بتاعها. اختصار تاني اسمه AD. AD the year of our Lord. طبعا احد طوائف المسيحيه في اوروبا بتؤمن ان سيدنا عيسى عليه السلام هو اله، فبيقول عليه our Lord. Lord معناها السيد او الرب. the year of our Lord، عام الرب عندهم our Lord. from جاي من كلمة anno domini في اللاتيني، anno A ودوميناي دي. تمام. فالكلمة دي used in أو ال AD used in the Christian calendar، تستخدم في التقويم المسيحي أو الميلادي to count years، لكي تعد السنوات since the birth، منذ ميلاد of Christ سيدنا عيسى المسيح. طبعا بالإنجليزي اسمه Jesus Christ، لسه هنقابله بعد كده. many people prefer، لكن كثير من الناس يفضلون انهم يكتبوا CE مكان AD as an alternative، كبديل ل AD. وطبعا CE اختصار كلمة common era، الفترة العامة أو الفترة المشتركة. تمام. CE. عكسها بقى، عكس AD عندي BC. BC معناها before Christ، قبل سيدنا المسيح عيسى. فطبعا used to count، يستخدم لتعد السنوات the years before the birth of Christ، قبل ميلاد سيدنا المسيح. many people، كثير من الناس prefer، يفضلون انهم يكتبوا BCE. طبعا CE اهي هيكتبوا قبلها بي اللي هو معناها ايه؟ before the common era، قبل الفترة العامة أو المشتركة. طبعا هنقول إن إحنا في عندنا تقويمات كتير قوي. في عندنا التقويم الهجري for Islam in Islam، بالنسبة للإسلام. في عندنا التقويم الصيني Chinese calendar، وفي أنواع تقويمات تانية كتير. وفي فيرو أو Old Egyptians calendar، التقويم الفرعوني أو تقويم قدماء مصريين. EU اختصار European Union، الاتحاد الأوروبي. طبعا دول الاتحاد الأوروبي اللي هي عملتها اليورو. طبعا ده اتحاد اقتصادي بالأحرى يعني. ID اختصار كلمة Identity Document، وثيقة هوية. وثيقة هوية بتدل على الهوية بتاعتك. طبعا جاي منها IC Identity Card، اللي هي ايه؟ بطاقة الهوية. طبعا نقول الكلمة دي مع بعض identity أو identity. لما انطقش التي الأولانية وحولت الدي الثانية لدال في الأمريكي. identity card أو identity document. MB اختصار note well. خد بالك، لاحظ جيدا. from nota bene، من كلمة nota bene in Latin في اللاتيني used، اللي هي MB used as a warning، تستخدم كتحذير or to point out، لكي توضح something important، شيء ما مهم. عندنا بعد كده IQ. ايه الاي كيو؟ intelligence quotient. intelligence quotient معناها الحساب الذهني، ازاي بتعمل حاصل اسمه بيقيس موضوع الذكاء. بيقول لي a way of measuring people's intelligence، هي طريقة لحساب ذكاء الناس using a system of numbers، باستخدام نظام من الأرقام. PTO اختصار please turn over، يعني من فضلك سلم هذا الشيء، سلمه لصاحبه. USB اختصار معروفة طبعا Universal Serial Bus، ناقل التسلسل العالمي.
طبعا a type of connection نوع من الوصلات between a computer نوع من الاتصال بين الكمبيوتر and an electronic device وأداة إلكترونية أو كهربية. نكمل. طبعا عندنا electric والكترونيك، بس الاثنين قريبين من بعضهم خالص يعني. نكمل. FAQ معناها frequently asked questions، أسئلة متكررة السؤال، بتتسأل كتير. ASAP معناها as soon as possible، عاجل بقدر الإمكان. VIP اختصار very important person، طبعا كل الناس ماشية تقول أنا VIP VIP. RSVP مش هنلاقيها اختصار لكلمة please reply، من فضلك رد. ها اللي بتستخدم RSVP بنشوفها فين؟ in invitations، on invitations، على ورق الدعوات. جاية من بقى كلمة الإنجليزية from French أو RSVP. R من كلمة répondez s'il vous plaît. R وعندنا S وعندنا V وعندنا ف. يبقى كده répondez s'il vous plaît اللي هي خدت من الحروف من الأولانية عندها بقت RSVP. عندنا UFO معناها unidentified flying object، شيء طائر غير محدد. ايه الشيء الطائر غير محدد ده؟ طبعا ده في شغل الهلاوس عند الجماعة الغرب، بيقول لي often used to talk about، غالبا تستخدم للتحدث عن an alien spaceship، سفينة فضاء من الالينز او الكائنات الفضائية الغريبة. وطبعا محدش شاف ولا هيشوف كائنات فضائية، بس ده في شغل الهلاوس عندهم. ننزل تحت على النوع الثاني، بيقول لي shortened and blended words، كلمات مختلطة أو مخلطة، وshortened أو shortened مقصرها، يعني أنا مقطع الكلمة واخد منها حتة. هنشوف مثلا bed set. يعني إيه bed set؟ a flat هي شقة، نوع من الشقق شقة with only one room، فيها أوضة واحدة، which is التي تكون a bedroom، يعني فيها حجرة نوم واحدة and a sitting room وحجرة جلوس واحدة، ما فيهاش أكتر من كده. تمام؟ أكيد طبعا فيها حمام مطبخ يعني، بس بنتكلم على إيه؟ التركيبة دي. سيت كوم. سيت كوم short for، ده اختصار لي situational comedy، كوميديا المواقف. بيقول لي a kind of humorous TV program، هي نوع من برامج تلفزيونية الفكاهية humorous. عندي ساي فاي. ساي فاي ساينس فيكشن، خيال علمي. انفو انفورميشن معلومات. بايو داتا معناها biographical data، بيانات خاصة بالسيرة الذاتية لشخص معين. details about someone's life هي تفاصيل عن حياة شخص ما، job وظيفته and achievements وإنجازاته. لكن عندي حاجة تانية اسمها biopic، دخلنا بقى picture الصورة، وطبعا منها الأفلام، يبقى كده فيلم وثائقي عن شخص، حياة شخص معين biographical picture. بيقول لي هي عبارة عن a film movie about the life of a real person، عن حياة شخص حقيقي. عندنا بعد كده مشهور طبعا واي فاي وايرلس فيديليتي، معناها دقة الاتصال الوايرلس الهوائي. وطبعا فيديليتي بتيجي معنى تاني بمعنى إخلاص وولاء. وايرلس كونكشن اتصال بدون أسلاك أو هوائي. for computers الكمبيوترات and electronic communications والاتصالات الايه الكهربية. نكمل. أو الإلكترونية. طبعا زي ما قلنا قبل كده في الكتريك كهربي والكترونيك الكترونيه، بس الموضوع ايه مشترك بينهم يعني. نكمل. acronyms ده بقى نظام تاني خالص. some abbreviations بعض الاختصارات are acronyms. ايه الاكرونيمز دي يا شباب؟ اي يعني ايه؟ that is طبعا بتكتب اي اي وتنطق ام اي اي، بس لا بتنطق that is، بمعنى they are formed يشكلوا from the first letters من أول حروف or occasionally أو في مناسبات كده، يعني أحيانا نادرا كده، يعني بين أحيانا وبين نادرا syllables من المقاطع. مقاطع يعني إيه؟ مقاطع نفس الكلمة of a word لكلمة or series of words أو سلسلة كلمات and are pronounced as a word وتنطق ككلمة. الفوق الابريفيشنز كانت بنطق الحروف على لوحدها، فوق خالص بنطق الحروف لوحدها، لكن هنا هنطق الحروف على بعضها ككلمة.
طبعا ده ميزه اكرونيمز، ان انا باخد اول حرف في اول كل كلمه وبنطقها كايه، ككلمه على بعضها. اول واحد اسمه ايدز، طبعا مرض الايدز ربنا يكفينا الشر، اسمه acquired immune deficiency syndrome، متلازمه نقص المناعه المكتسبه. طبعا سيندروم معناها متلازمه، معناها مجموعه من الاعراض مصاحبة لمرض معين، مصاحبة لنقص المناعة المكتسبة. طبعا دي بتيجي عن طريق الاختلاط الدم الفاسد، حد يكون مصاب بحاجة زي كده. وطبعا جزء برضو منها اللي كان انتشر في الثمانينيات زمان عن طريق ممارسة الجنس الغير شرعي، وينتج عنه برضو حاجات زي كده، ربنا يكفينا الشر. بعد كده عندي ناتو. ناتو مين؟ ناتو ده North Atlantic Treaty Organization، منظمة حلف شمال الأطلنطي أو الأطلسي، منظمة دفاع عسكري. بين، بيطلب منك دايما البين. إيه البين ده؟ Personal Identification Number، رقم الهوية الشخصية. Used on credit cards، أكيد طبعا بيستخدم في credit cards، كروت الائتمان. يعني أنت مؤتمن البنك على فلوس معينة بتاعتك، وهو بيعمل لك كارت عشان تقدر تتصرف وتسحب براحتك. وبانك كاردز والكروت البنكية. اي تي، اي تي سي اختصار كلمه اتسترا، الخ الخ الخ. نكمل. فات اللي هي value added tax، ضريبه القيمه المضافه. يعني ايه يا شباب ضريبه القيمه المضافه؟ يعني ضريبه بتضاف، بيتحمل السداد بتاعها اخر حد في السلسله التسويقية. يعني مثلا أنا هنتج وليكن إبرة، الإبرة دي تتكون من سبيكة من الحديد وكذا وكذا وكذا. تكلفة الإبرة على تكلفة النقل على تكلفة اللي مش عارف إيه على تكلفة إيه، هتوصل للعميل في الآخر اللي هو هيحاسب عليها قد إيه. فده كله عمال يضيف التكلفة اللي هو بينفق فيها على الجودز، على البضائع، والاخر بيدفعها اخر حد في السلسله اللي هو الزبون، يعني كله على دماغ الزبون. A kind of tax هو نوع من الضريبه on goods، على البضائع. pronounced وتنطق VAT او احيانا VAT. اخر نوع عندنا نوع مهم جدا، abbreviations used in academic writing. خد بالك ان ممكن سنه تانية او في وقت من الاوقات حضرتك ينطلب منك كتابه اكاديميه. مش بنكتب اي حاجه، لا، لها قواعد ولها قوانين. and bibliographies والمراجع. يعني حضرتك هتكتب بحث لازم يكون منسق بطريقه معينه ومكتوب بحرفيه، وفي الاخر لازم يكون في مراجع. بيقول لي هتلاقي وانت بتكتب كده او بتقرا بحث علمي، هتلاقي فيه اف اي جي، اختصار كلمه figure. figure معناها a picture، صوره or drawing او رسم، often with number، غالبا بيكون في رقم، in a book في كتاب or other document او وثيقه اخرى. example على سبيل المثال، دايما مثلا عندك شكل او رسم بياني او حاجه زي كده وتحته، او diagram وتحته figure 2. نكمل. هنلاقي دايما في ed او eds plural، الجمع بتاع eds بحط لها اس. معناها ايه؟ اختصار لكلمه editor، محرر، او editors، محررين. شباب، من هو المحرر؟ هو الشخص اللي بيجمع كتابات عدد من الاشخاص وبيرتبهم بترتيب معين ويراجعهم، وفي الاخر يحطهم في كتاب، وفي الاخر ينشر هذا الكتاب. فقبل اي كتاب ما بيتنشر لازم يكون في editors، سواء بقى هو اللي مجمع الكتاب كله يبقى الكتاب باسمه، او هو اللي عامل editing، تحرير يعني مراجعة وتنظيم وترتيب للايه، للكتاب او قصة حد. فطبعا بيتكتب كمان تحت المؤلف الرئيسي مين اللي عامل editing للكتاب ده، او بيتكتب بعد الغلاف على طول. often used in bibliographical references، بيستخدم في الإشارات المرجعية بتاعت المراجع. تاني حاجة عندي P أو plural PP، بيقول لي ده معناها page أو pages، الصفحات. examples بيقول لك دايما انظر إلى صفحة see page 26، أو لو صفحات كتير see pages 58 to 61. طبعا ده معناها ان from to، من صفحة 58 لصفحة 61، مش صفحة 58 بس، 61 بس. CF معناها compare، قارن. ناخد بالنا من دي. example مثال كارتر 1997، كارتر
اللي عمل كتابه في 1997 investigated، بحث core vocabulary. بين قوسين سي اف نقطة لي، يبقى قارن أو مقارنة ب، أو قارن ل 1987. قارن كتاب اللي اللي كتبه واحد اسمه لي في إيه في 1987. وطبعا ليه هنا بيبقى حاجة اسمها السير نيم مش الفيرست نيم. نكمل. إيتال، إيه إيتال دي؟ معناها and others، وآخرون. used in bibliographical references، بتستخدم في المراجع في نهاية الأبحاث. to refer to، لكي تشير إلى a book، كتاب or article أو مقالة with several authors. يعني أنا لو عندي several authors، مؤلفين كتير، usually عادة 3 or more، 3 أو أكتر، عشان أوثق الكتاب بتاعي أو المقالة دي. كمثال مثلا لازم أكتب أوكيف إيتال. أول ما أقرأ أوكيف إيتال أعرف إن أوكيف وفي ناس تانية معاه ألفوا الكتاب أكتر من 3، 3 أو أكتر، هم أكتر من 2. لو 2 كنت كتبت أند، وكيف اند مدحت مثلا. لكن اكتر من اتنين، اكتر من 2، 3 او اكتر، بدل ما اقعد اكتب في اسماء الناس دي كلها بكتبها اول مره، وبعد كده بكتب مين؟ وكيف ايتال، عشان ما اقعدش اكرر في الكتابه تاني. وكيف واخرون 2010 discuss، يناقش this problem، هذه المشكله. تاني كده خلصنا يا شباب الابريفيشنز اللي بتنطق كل حرف لوحده، وخلصنا shortened and blended words، كلمات مختصرة أو مدمجة، وخلصنا acronyms اللي بتنطق ككلمة على بعضها، وخلصنا abbreviations in academic writing and bibliographies والمراجع والكتابة الأكاديمية. نذاكر الكلام ده كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.